السلام عليكم حبيباتي. النهارده في مكون سحري هشتغل بيه ليه؟ هوريكم هنا. بصوا شايفين الحيطه دي؟ ده الرطوبه دي بتعمل ريحه عطر لما تيجي تفتحي باب الشقه بتشمي ريحه الرطوبه، يعني ريحه مش كويس، خصوصا لو كان جاي لك ضيف او حد غريب، فصراحه بتبقى حاجه صعبه أوي. فانا اكتشفت لك بقى حاجه خطيره ومحدش اصلا فاكرها. الحاجه دي هي الدوني بتاع الغسيل اللي ريحته تحفه. انا بجيب الدوني ده والسايب، ما بجيبوش. لو عندك ازايز ماشي مفيش مشكله، بس عشان انا مش بحب نتكلف كتير. الدوني ده بيتباع بتاع صابون السايب. هاتي دوني قد تقدري ب 10 ب 20 زي ما بتحبي، وده تحطي له نص كوبايه دوني على ربع كوبايه ميه عشان حابه الدوني يبقى اكتر، الريحه تبقى اكتر وهتدي مفعول حلو قوي. انا هحطه في البخاخه وهرجع لكم اوريكم التنظيف ازاي. بصوا يا جماعه، انا عبيت الدوني بحبه الميه، نص كوبايه دوني على ربع كوبايه ميه في البخاخه، والحته اللي فيها الرطوبه او الحاجه اللي مضايقانا دي، العطن ده، هرشها. بصوا رشوا كده على الحته اللي مضايقاكم دي واللي بتعمل ريحه مش مستحبه. غرقوها دوني. الدوني ده يا جماعه فيه ماده كده بتسيح برضو الحاجات دي، رطوبه، بتسيح حاجه فيها دهن. الدوني بيساعد على ازاله الرطوبه وبيدي ريحه للشقه تحفه بقى، كانك حاطه بخور. بصراحه يعني انا بحب الدوني، وحتى بسيق بيه لما بكون حابه اسيق بحط دوني. بعد ما اسيق بحط حبه دوني في الخيشه وبمسح الارضيه. اي حد يخش عندك بقى شمي الروايح وشمي الجمال، ولا بخور بقى ولا مزيل ولا اي مسحوق. مفيش حاجه جت معايا سكه غير الدوني. كده انا غرقت اهو الدوني اهو للحيطه وحطيت عليه. بص يا جماعه، انا حطيت خرقه بيضه، دي تكون حاجه قطن عشان تشرب الميه، وحطيت امسح لازم احطها في المكنسه لان الحيطه طبعا عاليه. انا لو عملت بايدي كده مش هطول الحيطه كلها، فدي افضل طريقه. تجيب المكنسه تلف عليها حته طريه وتبتدي بقى تمسح الرطوبه دي اللي انا رشيتها بايه، بالدوني. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى كله الشاي ده، غير بقى الريحه جميله. انا هبقى اوريكم برضو ايه الخرقه بقى اللي الشال منها ايه. انا والله سبتها كده عشانكم، عشان اوريكم انا ما بسيبش حاجه كده، انا دايما ايدي في البيت. بس انا لما لقيتها عامله رطوبه كده قلت اما اسيبها بقى عشان اوريها لحبايبي، الناس اللي متضايقه من ريحه العطن بتاع الشتاء. الحيطه فيها حاجات رواسب كده سودا، بتشيليها بقى بالدوني. ولو دوني كان من غير ميه يبقى احسن، او حطي حبه ميه صغيرين خالص على قد كده عشان تبقى التركيز اكتر والنظافه احسن. ايه حبه عشان اوريكم بس ايه، والله لو الدوني حاجه كده من غير ميه احسن. يخش عندك الشقه بقى يا حلويات ويا جمال، الشقه ريحتها تحفه. طبعا انت بتغسلي الغسيل بالدوني، الغسيل بيبقى ريحته جميله لغايه ما بتلبسيها وتغسليها تاني. ما بالك بقى الحيطه اللي شاربه من الدوني دي، تكه من تكاتي. وان شاء الله يعرفوا تعجبكم. بصوا يا جماعه هوريكم بقى ايه. بصوا ده بقى الرطوبه اللي كانت لازقه في الحيطه. الدوني بتزيل اي حاجه بقعه وبتدي التكه دي بتاعتي، ويا رب تعجبكم. الدوني يا جماعه تحفه. حاولوا بقى ايه تشتغلوا بالدوني، سيقوا امسحوا حيطه فيها رطوبه ومش هتندموا. وادعوا لي يا حبايبي بقى بدعوه حلوه كده. تسلم ايديك يا ام حسين. يلا سلام عليكم.